السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة، وهنعمل مع بعض النهاردة مع بعض كده الشاي الكرك. هنعمله بطريقة بسيطة جدا وسهلة، من غير خطوات كتير، من غير اي تعقيدات خالص. طبعا الشاي الكرك ليه اكتر من طريقة، ولكن دي اسهل طريقة وكمان طعمها حلو جدا. خلاص، يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجة كده هننزل بمعلقتين كبار من السكر، خلاص، وهنرفعه على درجة حرارة متوسطة لغاية لما السكر يتكرمل معانا. واول لما السكر يتكرمل معانا كده زي ما انتوا شايفين، هنزل بكوباية من المية المغلية. تمام، وهندوبها بشكل كويس جدا مع الكراميل، لان هو هيقفش كده ثانية، بس عادي هيفك عادي جدا، متقلقيش خالص. وهنسيبه يغلي كمان دقيقة. بعد كده هنزل بثلاث فصوص من الحبهان مفتوحين، وهنزل كمان بثلاث مسامير من القرنفل، وكمان نزلت برشة بسيطة كده من الزعفران. وطبعا هنزل بالحليب المبخر بتاعي، افضل ماركة طبعا هي بوني، ومعلقة كبيرة من الشاي الخرز، وهرجع ارفعهم تاني على النار لمدة 5 دقايق. بعد كده بنصفيه وبنبتدي ان احنا نقدمه وهو ساخن. خلاص، عايزه اقول لكم ان هو تحفه، طعمه رائع ومش معقد، بسيط جدا. خلاص، طبعا تقدري تستبدلي الحليب المبخر لو مش متوفر عندك باي نوع حليب متوفر، مفيش اي مشكله خالص. بجد جربيه، هيعجبك قوي. وبس كده، الفيديو النهارده خلص، وصفتنا كمان خلصت معانا. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.